هو بدور ازاي اتعافى من كل حاجة انا فيها، وبعمل سيرش كتير وبسمع ناس كتير. والصراحة انا كنت متابعاكي على الفيسبوك، اللي هو بشوف فيديو كده عشوائي، مش متابعة على طول. وبالصدفة ان هو لقيت نفسي في الجروب اللي على الماسنجر، ففجأة بقيت على الجروب اللي على الواتساب، فجأة بقيت في الدورة. فهو ترتيب ربنا الحمد لله. فاللي هو لا، انا بدخل دلوقتي على اليوتيوب عند حضرتك، اللي هو ايه ده، انا كنت فين من زمان؟ يعني حضرتك كنت فين في حياتي من زمان؟ فبجد اللي هو شكرا. وهي حاجات بجد ربنا بيحطها في حياتنا، لان انا من شهر 10 بدأت ان انا افوق لنفسي، اللي هو يلا بينا، ما نفضلش واقفين، ما نفضلش قاعدين مكاننا. 25 سنة بيضيعوا وداخلين في 26، فاللي هو عايزة اعمل حاجة. فبجد بجد ربنا وفقك، ان انا اكون موجودة مع حضرتك في الدورة دي، فشكرا جدا. العفو حبيبتي. انما بقى الاسترس مش عايزة اقولك السكور بتاعي ازاي يعني. معقولة؟ ده انت لسه هو أنا صغنطوطة. هو انا الاول يعني كنت في شهر 10 كنت ممكن اقول ان انا مثلا السكور بتاعي 30، انما حاليا اللي هو السكور رجع تاني. وخدت بالي من حاجه انا ما كنتش واخده بالي منها، ان انا في مشكله العائله او العلاقات، ان انا بهرب. يعني انا بقيت بعرف اتعامل معاهم، بس بحته الهروب. انا ما بواجهش، او انا مش عارفه اواجه. انا اللي هو انا تعبت من المواجهه ومش لاقي نتيجه، فاللي هو يلا بينا بقى نهرب. فاكتشفت الحته دي ما كنتش واخده بالي منها، ومحتاجه اشتغل عليها جامد، لان الموضوع صعب. احنا مش هينفع نهرب من العالم ولا اهلنا. فدي حاجه يعني ربنا يقدرني عليها واعرف اظبطها باذن الله. وطبعا مع تشجيع حضرتك وكلام حضرتك واللي مستنياه اصلا لاخر الدوره، ان شاء الله متاكده ان هو هيفرق في حياتي باذن الله. ان شاء الله.